بوست مضحك جدا امبارح. بوست يعني يدل على مدى جهل غير عادي. انا عارف ان انا دلوقتي في ناس هتقول لي انت بتفهمش، بس اسمع بس للاخر. اسمع الفيديو ده للاخر. اسكت اسكت اسكت، ما تتكلمش تاني بعد اللي انت قلته ده. كان مستبعد من بسبب كامويش وشريف المخيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. كام حاجة كده عايز اتكلم فيها معاكم، يعني سريعا مش هاخد منكم وقت كتير. اول حاجه طبعا عايز اتكلم عن حمزه عبد الكريم. حمزه عبد الكريم لعيب ناشئ، طلع من النادي الاهلي، وصل ان هو مش وهو متشاف خالص. اداره النادي الفنيه، احنا كجماهير مش عارفين ولا عارفينه اصلا. يعني مين حمزه عبد الكريم؟ ما اعرفوش. بيقول لك عيل جاي له عرض من برشلونه، فراح جه لعب في كاس الرابطه عندنا ما اداش. حمزه عبد الكريم ده كان بيستبعد، بيطلع من السكور شيت عشان خاطر مروان اوتاكا ومحمد شريف وكامويش وحاجه كده يعني. كان بيستبعد وما بيلعبش مع الاهلي وما شفناهوش غير في كاس الرابطه، ولما شفناه في كاس الرابطه ما اداش يعني. المهم حمزه عبد الكريم ده راح نادي برشلونة او لاماسيا او الناشئين او ايا كان المسمى بتاع برشلونة. فطلع علينا ناس محترمة قالت لك لا، دي برشلونة اتلتيك، ده فريق تاني، ده مش برشلونة، ده في برشلونة اتلتيك، ده فريق تاني. انتوا فرحانين على ايه؟ ده فريق عادي جدا في الدوري الاسباني، مش في الدوري الاسباني اصلا. فالراجل لعب 6 شهور، ادى فيهم البوتنشن بالنسبه لبرشلونه. قال لك خلاص احنا هناخده ونخليه معانا في الفيرست تيم او هنمضيه. ما هو كان اعاره 6 شهور بحقية شراء، فاحنا هنشتريه. طبعا معروف مين قال لك خطوه حمزه عبد الكريم دي جت بدري شويه. لا، ما هو مش بدري يعني. هو بيقول لك ايه؟ اصل برشلونه دي مره واحده كان المفروض يروح فرقه قليله فاكبر 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 زي محمد صلاح طبعا او زي عمر مرموش. لا، ما هو ما راحش في برشلونه مره. اسكت بقى، ما راحش برشلونه مرة. مش راح برشلونه اتلتيك يا راجل، ده راح برشلونه اتلتيك الاول، وبعد كده ده فريق تاني اصلا مش برشلونه، وبعد كده راح برشلونه. واحد تاني يجي يقول لك ما بيعرفش يلعب كوره، ما بيفهمش حاجه، مش حلو اصلا. خلينا نكون واقعيين بس، ولا انا ولا انت ولا اي حد من اللي بيقعدوا على المصاطب اللي بنتفرج عليها هيفهم زي بتوع لمسيه. يعني ناس شافته بوتنشال قالت لك هاتوا ده بوتنشال. ما هو خد بالك من حاجه، البوتنشال ده كويس، هاتوا نجربه. هنشوفه، جربناه 6 شهور نفع فمضينا عقد معاه، فبقى بيلعب في الفيرست تيم. فبعد ما بقى كان مستبعد من بسبب كامويش وشريف المخيف، بقى بيلعب جنب رافينيا ويمين يامال. انت مدرك الواد راح فين؟ خلاص يا معلم. تيجي بقى كتقييم فني ليه، كتقييم فني لحمزه عبد الكريم. الراجل ده هجام. هجام يعني ايه؟ يعني بيعرف يختار ويروح على الجون. طيب بيدور على الزمن والمساحه. يعني ايه بيدور على الزمن والمساحه؟ اتفرج على الجون اللي جابه في ماتش الودي في بازل. هو شاف العرضيه جايه من رافينيا من على البعيده، راح لها، اختار المكان الصح، هجم صح، فجاب جون صح. شكرا. فالراجل هجام واختار زمن ومساحه صح. الراجل بيعرف يجيب اجوان، بيعرف يجيب اجوان برجله، وبيعرف يجيب اجوان بدماغه. طب ايه نقطه ضعفه؟ عشان هو مش رونالدو الظاهره، هو اكيد في مشكله. طب ايه مشكلته؟ مشكله حمزه عبد الكريم ان هو لسه مش بيقدر يتعامل برجليه، مش سوارز، مش هيسلم ويستلم مع الناس. لا، هو هجام على طول. طيب هانز فليك هيعرف يستفيد منه؟ مليون في المية يعرف يستفيد منه. طيب هل برشلونة ممكن تطلعه عرق؟ وارد برشلونة تطلعه عرق. ما هو انا ممكن اجيب الفاريز. لما اجيب الفاريز، هل حمزه عبد الكريم يلعب على الفاريز؟ لا طبعا. لا، الفاريز اكبر سنا، اكتر خبره، اكتر درايه بالدوري الاسباني، لعب الموسم اللي فات اكيد طبعا. فالعب بالفاريز اساسي، اطلع حمزه اعاره، يجي لي بعد سنه يكون هو والفاريز بيتخانقوا. يعني عادي، ده في حكم الكوره عادي. اللي عايز اقوله ان حمزه عبد الكريم ده راجل تقييمه الفني، احنا بنتكلم في ان هو بيعرف يعمل تقريبا هجام، بيعرف يختار الزمن والمساحه، بيعرف يجيب اجوان. هو بيعمل كل حاجه، ناقصه حته اللي هي الاستلام والتسلم، او ان هو يشتغل مع منظومه برشلونه زي ما بنقول. ان المهاجم مش مهاجم، المهاجم لعيب وبوسط المنظومه. فدي اللي ناقصه بس. بلاش نكون يا جدعان
نحسبها اهلي وزمالك، اقسم بالله ما اهلي وزمالك، احسبها ان ده لعيب مصري وطلع من عندك وعنده 17 سنه، طلع بره اوروبا. يا جدعان ده احنا كنا محمد صلاح لما كان بيجيب جون في الدوري السويسري بنرقص، ما بالك بقى واحد بيلعب في الدوري في اكبر فريق في الدوري الاسباني. والمشكله ان انا مدريدي، يعني انا مدريدي، ماتش ريال مدريد وبرشلونه ده لو حمزه كمل وبقى في برشلونه انا هعمل ايه انا مش عارف. تاني حاجه عايز اتكلم فيها هي حاجه تخص الاهلاويه، قصه امام عاشور وادم وطني وكونيا سبور والعروض دي كلها. انا ماليش في يعني انا مش صحفي عشان اقول لك العرض حقيقي او مش حقيقي، بس خليني اقول لك رايي كمشجع اهلاوي قديم شويه. امام عاشور جاي لك عرض كبير يا حبيبي بيساوي اللي احنا عايزينه، مع السلامه، ده رايي، مع السلامه. امام عاشور هو هيفضل كده، امام عاشور هيفضل يبص لعقد زيزو. انا شايف ان مش هيبص ان انت مشي، ان تريزيجيه مشي بسبب ان انت كنت هتخفض له لا، هيفضل باصص لعقد زيزو. طب امتى امام عاشور مشكلته هتتحل؟ لما زيزو يمشي، قولا واحدا. طيب زيزو مش ماشي، امام عاشور هيفضل عنده مشكله باينه يا جماعه. خلاص الاهلي قال لك انا هحطك في اعلى راتب، لا انا عايز اتساوي بزيزو. يا عم زيزو قصة تانية وحكاية تانية ودنيا تانية، خليك انت في الحتة دي. لا انا عايز اتساوي بزيزو. انا شايف ادارة الاهلي لو في يناير ما قدرتش توصل معاه لتجديد، انا كده كده معايا سنتين، لو في يناير ما قدرتش اوصل معاه في تجديد ابيع ايا كان الرقم اللي هيجي لي فيه. ده رأيي. رأيي ده مبني على ايه؟ مبني على استثماريا بحت، فلوس بحت، ممكن إدارة فنية تبقى محتاجاه، شايف إن أنا استفيد منه السنة ونص أو اللي هتبقى باقية دي. ده رأي. في رأي تاني يقول لك إيه باشا، ولا هستفيد منه ولا هفيد غيري منه، تعالى اقعد بقى دك، يلا بقى انت مش راضي تجدد ده. بس دي مش سياسة الأهلي، ولو دي سياسة الأهلي كان زمان يعني أشرف داري ده كان مشي، ما كانش زمانه قاعد بيساومنا وإن هو عايز ياخد فلوسه والكلام ده كله والهبل اللي إحنا عايشين فيه ده. بس دي مش سياسة الأهلي. فقصة إمام عاشور زي ما قلت أنا رأيي فيها، لو لحد يناير ما جددلكش تبدي تعمل معاه عقد بيع بقيمة كويسة، وهو الراجل ما شاء الله يعني مسوق نفسه حلو قوي يعني، والأهلي ما بيقفش على حد عشان بس إمام عاشور إمام عاشور يا عم يمشي. أنا أبو تريكة أنا أبو تريكة اعتزل من عندي يابا، شكرا. هو في بعد أبو تريكة؟ شكرا. عبد الله السعيد مشي، اللي كان بيتقال لك مفيش بديل ليه في مصر، وجبت قفشه عوضه وجاب لي القضيه. صباح الفل يعني. انا اي لعيب عندي هيجي ينور، واي لعيب عندي هيجي يعمل دوره، واي لعيب، انا فرقه منظومه مش فرقه لعيب، عشان بس نكون متفقين. دي قصه امام عاشور. القصه الثالثه اللي عايز اتكلم فيها والاخيره هي قصه آه الفلوس. اتحاد الكوره الاهلي بيحط عقود قليله، الاهلي كده بينصب على الدوله، وبمناسبه النصب على الدوله قصه الضرايب. طيب خليني افهمك حاجه. عقود اتحاد الكوره، الاهلي بيحط قيمه اقل من الدخل الكامل للاعب. طب ليه؟ ليه ده بيحصل؟ لان في قيمه كبيره جدا بتتحط في الاعلانات. طيب هل اتحاد الكوره ده هو اللي بيجيب الاعلانات للاعب عشان احط قيمه الاعلانات عنده؟ لا، هو طبيعي انا بحط حته الاعلانات دي في حتتها، فبحط له الرقم اللي بيجي له من الاعلانات في الحته دي، والرقم بتاع اتحاد الكوره في الحته دي. طيب ما انا كده بضيع فلوس على الدوله. تعالى بقى عشان خاطر بس اللي بيستغفلوك واللي بيقول لك انا بضيع فلوس على الدوله، مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. اسمع مني بقى ارقام، انا راجل خلفيه محاسبيه. اسمع مني. انت لما بتيجي تأيد لاعب في اتحاد الكوره، مجموع ضرائب تدفعها للدوله، ضرائب دوله 35%، تقريبا 35% وكسر، وال 4% بتاعت اتحاد الكوره 39%. طب الاعلان بقى الاهلي بيدفع عليه ضرائب كام؟ اكتر من 40%. الدوله بيخش لها اكتر من 40%. فانا بالنسبه لي لو حطيت الفلوس دي في اتحاد الكوره احسن. ما هو انا بالنسبه اتحاد الكوره لما ياخد الفلوس هياخد نسبه اقل، والدوله هتاخد نسبه اقل، عشان بس ايه الجهابزه اللي بيطلعوا يتكلموا ويقول لك مش عارف ايه. تاني حاجه بقى هتاخدنا قصه الضرايب دي. شفت بوست مضحك جدا امبارح، بوست يعني يدل على مدى جهل غير عادي. ان كان في حصلت قصه كده ما بين المدير الرياضي تقريبا بتاع غزل المحله، طلع واعلن قيمه الصفقه بتاعه محمود صلاح والكلام ده كله. اكيد انتوا شفتوا الكلام ده. فالاهلي قال لك احنا عندنا اتفاقيه الاسرار والكلام ده كله، ما ينفعش تطلع تتكلم والكلام ده كله. فظهر جهبذ زمانه قال لك الاهلي
ما كانش عايز غزل المحله يعلن عن قيمه الصفقه عشان يتهرب من الضرايب. اسكت، 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 ما تتكلمش تاني بعد اللي انت قلته ده. هل انت عارف، انا عارف ان انا دلوقتي في ناس هتقول لي انت بتفهمش، بس اسمع بس للاخر، اسمع الفيديو ده للاخر. اللي طالع يتكلم ويقول لك ان ضرايب الاهلي بيتهرب منها عشان كده ما كانش عايز يعلن قيمه الصفقه. حضرتك اللي بيعلن قيمه الصفقه في اي حاجه البائع، سوري، اللي بيدفع الضرايب في اي صفقه البائع مش المشتري. انت عارف كده؟ انت حضرتك لما بتروح تشتري اي حاجه في اي حته في الدنيا في اي مطعم، انت اللي بيدفع الضرايب مين؟ البائع. بس هو بيحملها لك، فانت بتدفع قيمه ال 14% كمشتري. فانا كاهلي كده كده دافع ال 14%. انا كده كده انا الضرايب مش هتجيلي. ركز، حتى لو العقد مكتوب فيه نصا متحمل الضرايب النادي الاهلي، الضرايب مش هتيجي للنادي الاهلي. الضرايب هتروح لغزل المحله، تطلب من غزل المحله الضرايب، وغزل المحله الدور هتطلب من الاهلي ايه؟ انه يورد الفلوس دي للضرايب. فكده كده انا مش هعرف يعني مفيش تهرب. كده كده الصفقه هتتعمل، وكده كده هدفع الضرايب، لان انا كده كده بالنسبه غزل المحله هو اللي هيدفع الضرايب دي، وهيجي يقول لي الاهلي هات الضرايب، فالاهلي هيدفعها. فبلاش الكلام اللي ملوش لازمه ده. بلاش نتكلم كلام مش واقعي. احنا بقينا مش بنتفرج على كوره، احنا ما بقيناش فنيين كوره، احنا بقينا نتكلم في قوانين، وبقينا نتكلم في حسابات، وبقينا نتكلم في حاجات كتير جدا ملهاش اي علاقه بالكوره. اتمنى نتكلم كوره، واللي ما بنفهمش فيه ما نتكلمش فيه، بس مش اكتر من كده. لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.